وأنا بعرف هذا الموضوع يثير الجدل. اللي حط رجله هنا ورجله هنا أو جالس على هذا البلد الأصلي وهذه ألمانيا وهو له هنا له هنا يحسم أمره. يا إما هو في المجتمع الألماني ويشتغل في مؤسسة، وأنا برأيي اللي يعيش هنا فترة معينة ويحمل جنسية لازم يفكر كألماني كمواطن ألماني، ويتوقف عن التفكير باعتبار هو ماخذ باسبور ألماني فقط باش يتنقل به ويفكر في بلده الأصلي. أنا في رأيي في ذاك دي دوتش يعني في يمان دير زيتس zwischen zwei Stühlen. يعني هو في الحقيقة ما جالس على كرسي، هو إذا كان كل واحد منهم يجبد كرسي هو يجلس على الأرض. لذلك أنا برأيي إذا واحد يعمل اختيارات، اللي استقر هنا ويحمل جنسيته كذا يستفيد من كل الحقوق اللي عندك. أنت أصلاً هارب من بلدك مقموع أو صارت مصيبة وما زلت تجري وراك، ولكن إذا تفكر أنك تشارك في بلدك لازم يكون عندك ضمانات أنك مشاركتك باش تكون فعالة. وشكرا جزيلا. حكى عن نقطة، آخر نقطة هي الأكثر إشكالية. صحيح. لكن كمان قدم بطريقة إنه بديهية، إنه معقول خلاص يعني فهمنا يا هون كذا يعني، مع العلم إنه هي مو هيك يعني، هي مسألة إشكالية يعني بمعنى. فمن ناحية هو قال إنه هي إشكالية، يعني بمعنى إنه في وجهات نظر متعددة وما ممكن واحد يحسم بطريقة واضحة قطعية إنه هيك أو هيك، لكن مع ذلك لما قدم هذه الروح البداهه يعني يا جماعه قولين يا جماعه خلصوا لنا بقى يا هيك ما بدنا. طيب رح انتقل من هاي من هو الذي يستطيع ان ينتج معيار بان تكون هنا او هناك؟ اصلا انت نفسك اقصد الانسان غير المهاجر الذي ولدت ونشأت وكبرت في بلد معين وبقيت فيه. انت نفسك عندك انتماءات متعددة ومتناقضة مع خيارات أخرى في هذا المجتمع. أنت دائما كإنسان اجتماعي سواء كنت مهاجر أم غير مهاجر، أنت دائما تقف في المنطقة البينية إن شئت أم أبيت، حتى لو ما كان خيارك عن وعي وعن قرار. أنت دائما لأنك أنت كإنسان ككائن اجتماعي مرتبط شئت أم أبيت، مرتبط بمجموعات وجماعات وأفكار ومذاهب ودين، ربما داخل الدين اتجاهات متعددة، بمهن، بأدوار، بوظائف. أنت دائما عندك انتماءات عديدة، أنت عندك داخل مجتمعك من دون ما تكون مهاجر انتماءات لجماعات مختلفة. فكيف تستطيع أن تقول علي أنه أنا أنتمي إلى هذا بدون ذاك؟ ومن حقك أن تنتمي إلى حالات متناقضة، لأنك أنت إنسان تعيش في مجتمع ممتلئ بالمتناقضات، فما بالك إذا أنت عايش تنتمي إلى مجتمعي؟ كيف بدي أقول أنا عايشة مثلا من أكثر من 20 سنة في ألمانيا، عندي انتماء قوي جدا لعلاقاتي الاجتماعية، للغة الألمانية، للمكان الذي جئت إليه فرايبورغ مثلا وعشت فيها أكثر من 10 سنوات، لكل المصادر المعرفة اللي نهلت منها باللغة الألمانية، إلى الفعاليات السياسية والفكرية بمختلف المنظمات. كيف بدي أقول أنا لن أنتمي إلى هذا أو أنه أحسم أمري يكون انتمائي أكثر لوطني الأصل؟ وكيف بدي أنا ولدت ونشأت في أريحة الجميلة، في إدلب الجميلة، لأب وأم من أجمل الآباء ومن أعطوني الحب للعالم كله. دخلت في مدرسة العفاف للبنات، درست الابتدائية ودرست الثانوية وعشت في هاي الشوارع كلها ثقوب، واللي القمامة أحيانا بتكون برا. عشت في هذا الحضن، في هذا الوعي الديني المحافظ المسالم المنفتح. دخلت في الجامعة، تعرفت على كل أبناء وطني، من هاي خرطت في العمل السياسي، أخذت من هاي اللغة إلى كيف بدي أحسم أمري وأقول إما هذا أو السك نتاع الإيدنتيتيت والشخصي، وهذا ما فيش الفرق بين أنا مغربية وأنا غادي نكون في المغرب وأنا هنايا ألمانية. المشكلة اللي عندنا مع هذا الكونسبت نتاع سي منصف
كان يعني كتير في السبعينات الثمانينات التسعينات يقولوا لنا اما تكوني المانيه ولا تكوني مغربيه، انتم بعد ما قلتناش. يعني هذا حلق المشاكل، هذا الكونسيبت حلق المشاكل في الايدنتيتي نتاع الجينيراسيون نتاعي. كان زعما ما نقصوا بالنسبه لي كاينين مشاو لطريق مسلمين غاديكال شتومو قالوا لا احنا حيدنا الحدود تاع مغربي جزائري ورازو انا مسلمه. هذا دي مسلميش ايدنتيتي جات من بلاصه الكولتورال ايدنتيتي، وتقول لك انا دي بروفنوت اوف ان ريليجيوز ايدنتيتي اون غرانز. يعني هذا اين بونت. وانا ما عنديش مشكله انا نقول انا مسلمه وتزوز، ولكن في هذا الحال وفي هذا العالم جلوباليتي اللي عندنا، هذا الكونسيبت هو ايضا يعني فقط ونشنو ايضا. انا ما نقولش هذا عايد ودا يعني خايب من الايدنتيتي. عندنا مشكل كبير. يعني انا كما كريمه، انا كما قالت الاستاذه، انا اصل مغربيه، الوالده انا مزيوده في المانيا، عندي الشلحه مزيغيه، عندي كما اللوني اسمر، يعني عندي مسلمه، عندي فاشله يعني، ومزيوده في برلين، ومشيت المدرسه في برلين نقدر نعطيكم 15 ايدنتيتي نتاعي وكاملين هذوك نتاعي. شوف كان كريزه، يعني ما عنديش الكريزه او كريمه ما عندك شي باثولوجي شي كريزه. يعني هذا افضل، هذا مهم جدا. قلت له في الاول عندنا بروبليم نتاع النفس ديالنا اللي جا نفسي في الاجتماع الالماني. يعني انت بداوده عندك هذا ولا هذا، وهذا البيناريتيت دي شفتومي حلقه المشكله كبيره في عند الالمان زالبه. عند الالمان ابيض وانت اصليين المانيين ونتفاهموا ضيافه ونأسوا. هذا الاصل ديال اف دي هو الاصل ديال هذا الشيء، لان اف دي الاصل ديالهم ابسولوت شعب ابيض، وهما نازي فقا من هذا هما الاولاد نتاع النازيز ديال الاربعينات الثلاثينات اللي كانوا قتلوا اليهود. Also das muss man wirklich so hart sagen. يعني دي رياليتيت اس هذا المجتمع تاع الالمان هما كيقولوا بالنوزو. عندنا واحد البروتوتيب ديال الالمان عنده الزرق دي هوغن ابيض والماني هوكسنس كريسليش، هذا هو الماني. انا كيقولوا عليا انا مغربيه بس كان دوتشه بس باس دوتشه، يعني غير من الباسبور nicht von الاصل. was ich sagen will هذا واحد البونت جديد، ولا مش جديد زون بالنسبه ايضا في المغرب الناس ما عندهمش اي ايدنتيتي. المشكله اللي عندنا هي حنا بغينا نشوفوا في الميغراسيون اللي دارت معانا eine Zusammengehörigkeit. يعني انا نكون معاك ونهضر معاك ونهضروا على مانيبوليتيشن معنا. ممكن تكون جلايش، ممكن ما تكونش جلايش ايدنتيتي، ولكن هذا ماشي الفرق. هذا انا بغايشو في الجزائر. يعني هذا الشيء كاين في سوريا، كاين في فلسطين، كاين في المغرب، كاين. Das heißt الكونسيبت تاع في الفولكشتات دي ديفيرسيتي، يعني لا ديفيرسيتي دي هيتروجينيتي ديال الناس. لكن السؤال الصعب الجمع بين الطرفين، يعني كما قلت في البداية يعني له ثمن. يعني بمعنى كل ما انخرطنا في جانب معين كان هذا على حساب الجانب الآخر. إذا انخرطنا أكثر في الحياة العامة الألمانية وفي المجال العام، هذا على حساب انخراطنا في المجال العام في بلدنا الآخر، والعكس صحيح. فهنا السؤال هل ينبغي أن نعطي الأولوية؟ يعني مثلا هنا كمان يعني حالة الدكتورة هدى وأنا ذكرت لها في الحديث السابق أن نحن الآن في انتخابات. هي قالت عبرت عن نفسها أنها هي منخرطة في الحياة السياسية الألمانية، يعني ليست غريبة. لكن مع ذلك الآن
لا تريد أن تتحدث إلا عن سوريا. فقلت لها لكن هذا على حساب انخراطك في الحياة السياسية الألمانية. الآن هناك انتخابات وستقرر هذه الانتخابات مصير حكومة ومصيرك من خلالها وكذا. فالسؤال هنا يعني إلى أي حد يمكن أن يشكل يعني الحالة السورية يعني ربما استثنائية لكن معبرة، لأنها مشتعلة مستمرة مرتبطة، فأنت لا تستطيع حتى أن تنشغل في الحياة السياسية الألمانية حتى في وقت الانتخابات. فالسؤال هنا إلى أي حد هذا الانشغال بالبلد الأصلي هو عائق أكثر ما هو عامل مساعد يعني، بالتالي الجمع ليس صحي وإنما الجمع مضر. فيعني ربما الحالة السورية برأيي حالة نموذجية الآن، يعني رغم بإرادتهم ولدينا أمثلة أو رغما عنهم السوريون وهناك كثير من السوريين لا يريدون، لأنهم مشغولون بأهلهم بأوضاعهم بالحالات المتفجرة السورية. ربما تعرف أنت الحالة السورية وأنت يعني أخذت الجنسية السورية، لكن ما رأيك في هذه المسألة يعني هذه الثنائية الانخراط هنا أو هناك؟ وهل طبعا لا ينبغي الاختيار، لكن هل هناك أولويات في هذه المسألة؟ كيف تسير الأمور بهذا الإطار؟ بصراحة أنا ما ذكره الأستاذ منصف يعني أنا عارف ماذا يريد أن يسهل عملية الاندماج للناس من أصول مهاجرة، ولكن أكاديميا تطرح يعني إشكاليات كبيرة. يعني أنا عندما أريد أن أشارك وأعطي موقفي علي أن أستند إلى ما حضرته من محاضرات في الجامعة في علم الاجتماع وفي الفلسفة حول موضوع الهوية. يعني نحن الآن أمام أزمة الليبرالية أخذت على عاتقها أن تجسد مفاهيم معينة الغيرية والهوية والآخر ولكنها في النهاية تفشل. وأتذكر جيدا أليكسيس دو توكفيل مرة كتب كتاب أظن 1830 عن أمريكا، وقال أنه كتاب إبر أمريكا، قال أنه من المحتمل أن الأنظمة الديمقراطية تتحول إلى نظام استبدادي. قال هذا الكلام. يعني أنا بصراحة في وقت من الأوقات كانت عندي الفكرة هذه إما وإما، بعدين أنا قلت أنا هويتي متعددة، أنا مشيت لسوريا مشيت المغرب مشيت هون وتعلمت، وبعدين علي أن أخضع لهذه الثنائية. فهذا لن أقبله أصلا. بإمكان أن تكون لي هوية تكون تتويج لمسار معين أنا كفحته. يعني أنا قلت أن هذا المجتمع الألماني يعني أعطاني أشياء، وبلدي أعطتني أشياء، ومجهودات الخاصة أعطتني أشياء، والطبيعة أعطتني أشياء، بمعنى أنه فكرة إما وإما هذه مشكلة كبيرة. يعني هناك رضوخ لتصورات أبريوري يعني ما قبلية محددة، وعلينا أن نقبلها، وإلا يعني في النهاية الألماني هذا هل سيقبلني أنا؟ لن يقبل. يعني قلت إلى بعض الأصدقاء أنا لو تشوفني أنا شكلي عربي وتونسي، لكن أنا تفكيري يأخذ من هذا وهذا وهذا وهذا. هذه هويتي. يعني أتذكر حتى الفلاسفة الكبار هابرماس، شارلز تايلور، ايزنشتات اللي كتب كتاب عن تعدد الحدثات، شنو موقفه؟ أنا مرة قلت يعني ما هو موقف؟ قال أنه أنت تتحدث عن الحداثة الواحدة، بمعنى أنه فيلتفايت في حداثة واحدة ونفو أندرس يعني مستخدم أخذ. قال أنه هذه فكرة فاشلة. قال أنه التعددية على المستوى التحديث داخل الحداثة الغربية نفسها موجودة. أوكي. ربما أنا قلت الفكرة بطريقة فخ تجعل تثير الاهتمام، ولكن كل واحد يمكن يفهمها بطريقة، لكن خلينا نوضح الفكرة بشكل جيد. حديثي عن الفصل عن الحسم في هو كان في مستوى المشاركة، في مسألة المشاركة. أنا برأيي المشاركة في نفس الوقت في مجالين مختلفين وأحيانا متضاربين سياسيا لا نفع فيه، ولذلك هو جواب براغماتي على سؤال عملي. لكن
أعود المسألة الأولى، لم أتحدث عن الهوية عندما تحدثت عن هذه النقطة وهي مدونة عندي نص مكتوب. مسألة الهوية أنا برأيي العرض في البداية عن مسألة الهوية لم يسعفني الوقت واختزلتها شوي في فكرة رئيسية قالها الدكتور عبد الجابر الله يرحمه، قال أن الهوية متغيرة، وهذا التغير يجعلك تكسب عناصر جديدة. أعطي مثال، أنا عشت في تونس، ولدت في تونس وعشت 20 عام، وبعد منها عملت 20 عام أخرى في المغرب، وبعد منها عملت عام في دبي، والآن عملت 20 عام بالضبط في ألمانيا. هويتي أشعر بها هي مزيج كل هذا، بهذا كل هذا التعدد. لكن لو سألني أحدهم كيف أشارك، لا أريد أن أشارك في الحياة السياسية في تونس، أريد أن أشارك في الحياة في ألمانيا، لأن لدي أكثر حقوق ولدي أكثر إمكانات، ولأنني أعيش برأسي ورجلي وهنا في ألمانيا. أنك تتابع التجارب العملية، الناس اللي مشاوا للبرلمان شاركوا في تونس مثلا، راحوا ما رجعوش، مشاوا يمثلوا في الجالية وراحوا ما رجعوش، عملوا كارير هناك ما رجعوا لهنا. أو محاولة تمثيل المهاجرين أغلبها تعاني صعوبات أو فاشلة. ولذلك أنا سؤالي جوابي كان إجرائيا على مسألة المشاركة، وأرجو أن تفهم في السياق السليم. سأضرب مثالين جيدين. مثال واحد، هو مانويل فالز كان رئيس وزراء فرنسا، ترشح لرئاسة بلدية برشلونة، ما قام له حتى واحد قالوا لا أنت أشقر أو عينيك زرقاء أو كذا، لأنه هي مجتمعات ديمقراطية بيناتها صارت العملية سلسة، أنك تكون أصلك إسباني وأنت فرنسي صرت رئيس وزراء فرنسا، وبعد تحب تولي رئيس بلدية. معظم السياسيين في أمريكا أصولهم غير أمريكية من بلدان أخرى ولا يوجد إشكال. الإشكال الأعظم في أننا جئنا من بلدان لحد الآن تعتبرك عندما تحمل جنسية ثالثة وتحب ترشح للرئاسة في بلدك يعتبروك أنت ما عندكش ولاء للوطن، وأنت ربما تكون خائن وربما تكون جاسوس للبلد الثاني. ولذلك أنا جوابي براغماتي، ليس هو جواب إجرائي. وليس المثال الآخر هو ألكسيس دي توكفيل اللي هو أحد المراجع في كتابي عن صناعة القرار السياسي الأمريكي والتيز بتاعي على الماستر. هو فرنسي، هو أحسن من كتب عن النظام السياسي في أمريكا، وهو أمريكي ولكن أصله فرنسي، من أحسن من كتب. ولا أحد يسأل. أنا فوجئت بعد لقيت عليه طويلا، بعد جيت نبحث لقيت أصله فرنسي، ما كنت أتخيل أنه فرنسي. لأن الدول هذه القوانين بيناتها وتطور مفهوم الدولة وتطور مفهوم الانتماء لم يعد يفسح المجال لأنه يخونوك ويخرجوك من الملة كما نقولوا احنا في البلد. بينما احنا في بلداننا سهل جدا يعمل لك اتيكيت، لا انت اصلك انت الماني، انت ليش جاي هناك؟ ليش جاي تشارك فينا في؟ ولذلك الواحد لازم يكون براغماتي من الناحيه الفعليه والعمليه. انا برايي افضل ان الواحد يعمل خيارات في مجال المشاركه ولا يتحدث عن الهويه، لان الهويه انت لا تختارها، هي تتشكل مع الوقت. شكرا. المشاركه في المجال العام في ألمانيا نتائجها على المدى الاستراتيجي تكون مفيدة جدا للبلد الأصلي، وعدم المشاركة تضيع فرص كثيرة، والجري وراء المشاركة في البلد الأصلي قد تكون فيها فوائد في مراحل معينة للنشاط السياسي للضغط على وضع حقوقي أو شيء، لكن عندما تستقر الأوضاع ويستتب الحاكمون بوضعهم لن يتركوا لك مجالا كثيرا لتشاركي معهم.